الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله تعالى النهاردة هنتكلم عن العلبة بالكونتاكتور. العلبة دي احنا جايبينها بفضل الله، هي نفس المواصفات، بفضل الله نفس مواصفات شنايدر بالظبط. ما بتختلفش عنها في الجودة، ما بتختلفش عنها في الشكل، ما بتختلفش عنها في أي حاجة بفضل الله. هي تيبيكال من شنايدر، ولكن بمسمانا بفضل الله ديزل ديفولت. طبعا احنا متوفر منها من اول مقاس 9 و12 و18 و25 و32 متوفره كامله وفاضيه. يعني اللي عايز العلبه كامله ماشي، واللي عايز العلبه فاضيه احنا في الخدمه. هنا دي السيريس بتاعتها. يعني لو احنا خدنا بالنا معانا هنا LE1D 18 M7. طبعا ده M7 دي هي بتقول ان الكويل 220 وعليه نقطة اوبن ونقطة نورمالي كلوز. وده الرسم الداخلي للوحدة، بالإضافة للداخل بتاعها جوه. حتى يعني بفضل الله تيبيكال من كل حاجة فيها. يعني أنا مهتم بالتفاصيل جدا. الكونتاكتور 18، الأوفرلود من 12 ل 18، وليك الحرية تغير الأوفرلود زي ما أنت عايز، تركبه أقل أو أكبر. الكونتاكتور معاك تقدر تغير فيه، ولكن علشان احنا هنا بتعمل ريست للاوفرلود. لو حصل اوفرلود بتعمل بيه ريست من على الزرار الخارجي اللي هو الزرار الاحمر. لو انت محتاج تعمل بيها تظبط العلبه. هنا كامله كونتاكتور والاوفرلود، وهنا مكان للنيوترال او الارث زي ما الشركه عايزه تستخدم. الاضافه لبشبوط الستارت. طبعا هنا ده بنوقف منه وبنعمل ريستارت من على الزرار الازرق زي ما احنا شغالين. طبعا العلبه متوفر منها بفضل الله كميات، وسعرها تنافسي بفضل الله، تنافسي. يعني انا افضل اقول فيها السعر ممتاز وسعر تنافسي بفضل الله تعالى. متوفر منها دي طبعا ال9، وهنا 25، وهنا ال 32. طبعا هو المقاس اللي معانا موجود جوه، ولكن هو مقاس 12 موجود ومتوفر منه بفضل الله. 9 وال 12 بيركبوا مكان بعض، وال 18 برضه يركبوا نفس الفريم بتاع العلبه ويركبوا في نفس المكان، بالاختلاف بس ان هو الكود بيبقى على العلبه فقط لا غير. ان شاء الله ما تنسوناش بدعم ولايك وشير ان شاء الله تعالى، ونشوفكم على خير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.